بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية، هتكلم اليوم في دقيقة أو دقيقتين عن الدوري المصري، بخاطب كل مسؤول عن كرة القدم المصرية. يا ريت حد يتفرج على مباراة المحلة وفاركو، كانت في الدوري المصري أمس. والله 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 أنا فعلا حسيت إن أنا بتفرج على دوري درجة تالتة أو رابعة أو خمسة أو 10. يا جماعة مش معقول، مش معقول، مش معقول في مسؤول في مصر، لجنة الأندية ولا رابطة الأندية، أندية إيه ورابطة إيه؟ أنتوا بتعملوا إيه يا جماعة؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا صارفين على أون سبورت، برامج الرياضية، التحليل. يا جماعة مش ممكن، مش ممكن يا جماعة. حد شاف أرضية الملعب عاملة إزاي؟ حد يا جماعة شاف ال الإخراج، التصوير؟ مش ممكن، والله ما ممكن. ده انسى مستوى الفرقتين، انساهم ككرة قدم، لكن مش ممكن يا جماعة. الدوري المصري خلاص يا جماعة، نحدد بعض الأندية وبعض المباريات هي اللي تتذاع على الفضائيات. فين غزل المحلة كشركة غزل المحلة؟ فين الإدارة اللي مسؤولة عنها؟ فين إدارة الأندية؟ فين اتحاد الكورة؟ فين وزير الشباب؟ يا جماعة دي واجهة مصر، الدوري المصري. ناس كتير بيتفرجوا على الدوري المصري، لكن بالطريقة دي مش ممكن يا جماعة، مش ممكن. واحد يديني سبب واحد للمستوى وللشكل والملاعب بهذا الرداءة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عايزين نقارن بين كأس العالم والملاعب والأندية والدوري، لا، لا يا جماعة، مفيش، مش ممكن. فعلا يعني إمكانيات مصر كلها إمكانيات، ناس عندهم إمكانيات، كل حاجة موجودة يا جماعة في مصر. لكن فين اللي يدير؟ فين العقلية اللي تدير يا جماعة؟ فين الناس اللي تبص على العيوب وتصلحها؟ مش موجودة أبدا، مش موجودة، حرام. النقطة التانية، اليوم إن شاء الله المصري هيلاعب الإسماعيلي. المصري في عهد حسام حسن. رسالة بس للكابتن حسام حسن. طبعا أنا من أكتر الناس اللي نادوا إن حسام حسن يمسك النادي المصري، ومن أكتر الناس اللي نادوا إن الكابتن حسام حسن يمسك المنتخب، ومن أكتر الناس اللي مقتنع ومؤمن بإمكانيات الكابتن حسام حسن. لازم يا كابتن حسام، لكن يا كابتن حسام لازم يبقى في وقفة مع الجماهير، وقفة مع إدارة النادي المصري، وقفة مع النفس. لازم يا كابتن حسام تعمل مؤتمر صحفي، تحدد أولوياتك. يا جماعة احنا المشكلة ان احنا بنيجي نتفرج على مباراة نتعادل، مباراة نكسب، مباراة نخسر، نتفاعل معاها. هذا الكلام خاطئ. لازم يا جماعة يبقى لنا رؤية، لنا فيجن، لازم يبقى لنا دراسة. كابتن حسام حسن جاي 3 سنوات أو 4 سنوات يعمل ثورة في كرة القدم البورسعيدية والنادي المصري أخص. كابتن حسام ده لازم توضع خطة، وتوضع دراسة قدام مجلس الإدارة. السنة الأولى هكون في كذا، السنة التانية هكون في كذا، السنة التالتة هكون في كذا، السنة الرابعة هكون في المربع الذهبي وفي الكونفدرالية، وبنافس على الكونفدرالية وعلى كاس مصر وعلى الدوري، وهسلم فرقة تقعد 10 سنوات تنافس على الدوري. لازم. هي دي يا جماعة كرة القدم. كابتن حسام لازم تعيد حساباتك في الكاتشنة. كابتن حسام لازم تكون كوتش تقيل يا باشمهندس، يا كابتن حسام، كوتش تقيل. مش لازم تقف ال90 دقيقة على الخط، تقعد على كرسي الكاتشنة يا كابتن حسام وعندك مساعدين. لازم تحط خطة 4-3-3 ثبتها يا كابتن حسام. لازم تحط تشكيل ثبته يا كابتن حسام، وعدل فيه مراكز أو بعض المراكز للإصابات،
مفيش حاجة اسمها الروتيشن ده يا كابتن حسام، يعني مش عايز اقول لك بيضيع كل الفرق. موضوع الروتيشن ده لازم تثبت التشكيل، اختار افضل العناصر، اختار افضل خطة حسب امكانيات فرقتك، وابني عليها يا كابتن حسام، وابني عليها. لان التعديل في المراكز والتغيير في الاسماء والتشكيل والتعديل في التشكيل، كل ده ممكن تكسب ماتش، تتعادل ماتش، تكسب ماتش، تتعادل ماتش، تتغلب على اربع خمس مباريات. كابتن حسام، جماهير بورسعيد منتظرة منك الكثير. كابتن حسام، حط كل خبرتك التدريبية في هذه الفترة يا كابتن حسام. لا تجري ورا النقطة ولا تجري ورا 3 نقاط. لازم تضع خطة يا كابتن حسام ورؤية للكرة البورسعيدية متمثلة في النادي المصري البورسعيدي. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. كل التوفيق للنادي المصري والجماهير بورسعيد الحبيبة العظيمة، الجماهير اللي تخلي أي فرقة تكسب كل البطولات والله، بس شوية إمكانيات، وبإذن الله النادي المصري يكون في مصاف الفرق اللي بتنافس على الدوري سنويا إن شاء الله. كل التحية لجماهير كبسولة رياضية ومتابعي كبسولة رياضية، اللي بتمنى منهم يعملوا سبسكرايب، اللي بتمنى منهم يعملوا لايك وشير للحلقة لو عجبتكم. والقادم أفضل بإذن الله، لكن لنا الله في وزارة الشباب والرياضة، في اتحاد كرة القدم